بس اللي انت ما تعرفوش ان الجري كتير ممكن يحرق العضلات فعلا. ازيكم يا شباب؟ هنجاوب النهارده على سؤال بيتسأل كتير جدا: هل الجري ممكن يحرق العضلات؟ الجري ممكن يحرق العضلات. يا عمي خلاص. الجري زيه زي اي حاجه في الدنيا، ممكن لو استخدمته بصوره صحيحه تكسب منه منافع كتير، انما لو استخدمته بصوره خطأ ممكن يضرك ويحرق العضلات كمان. يعني ايه الجسم يحرق العضلات اصلا؟ يعني يحول العضلات ديت لمصدر للطاقه. ده ليه؟ نتيجة انك بتاكل اكل قليل جدا، خصوصا البروتين بتاعك قليل، وبتعمل مجهود عالي جدا، زي انك بتجري كتير، بتعمل كارديو كتير. كل دوت بيخلي الجسم مع الوقت ان هو مش لاقي مصدر طاقة، فبيبدأ يحول العضلات ديت لمصدر طاقة. في واحد بقى يقول لي: طب ما انا بقى ما العبش كارديو طالما هيضرني ومش هيفيدني. هقول لك: لا، الكارديو مفيد جدا وهيفيدك، مهم لصحة القلب، صحة المناعة، صحة الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، بيساعدك على الاستشفاء. تعالى بقى اقول لك على شوية نصايح هتساعدك انك تحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك. اول حاجة، اهتم بالتغذية جدا جدا، اهتم بالبروتين كمان، يعني زود البروتين على قد ما تقدر. خد 2.2 جرام بروتين لكل كيلو من جسمك، ده هيساعدك انك تحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك. تاني حاجة، ما تعملش الكارديو بتاعك بإفراط، يعني ما تعتمدش وانت بتنشف على الكارديو بس، لا، اعتمد على التغذية اول حاجة، بعد كده الكارديو. تتمرن كارديو، دخل الكارديو في جدولك بالتدريج. يعني مثلا ايه؟ تدخل يومين في الاسبوع، اول يوم 10 دقايق وتاني يوم 10 دقايق. الاسبوع اللي بعده تخلي ال10 دقايق دولت ربع ساعة، مثلا تلت ساعة. الاسبوع اللي بعده تخليها 30 دقيقة. بعد كده انت مش عايز تزود وقت تاني، مثلا هتخلي اليومين دولت 3 ايام، وهكذا. ما تخليش جسمك يتعود على حاجة معينة، عشان جسمك لو اتعود عليها هيتأقلم معاها، دي طبيعة الجسم بتاعك. وبكده نكون عرفنا ازاي الكارديو ممكن يفيدنا وممكن يضرنا. لو عندك اي استفسار سيبه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير، واكتب لنا في الكومنتات عايز الموضوع الجاي يبقى عن ايه.